حضرات السيدات والسادة، غير ما نفتتح به هذا الحفل تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعكم الطفلة سارة حموي ابنة أحد أبناء الأسرة الأمنية، والحائزة على الجائزة الأولى لحفظ القرآن الكريم من قبل ولاية أمن الدار البيضاء بمناسبة ليلة القدر المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبعد هذه التلاوة العطرة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، وبعد. حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته، تحية طيبة وبعد. أيها الحضور الكريم، تحتفل ولاية الدار البيضاء الكبرى على غرار باقي المكونات المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للتذكير بالتطور الانفتاح الذي عرفته ولاية أمن دار البيضاء وباقي المناطق والمصالح التابعة لها، مواكبة للدين من التي تشهدها المملكة المغربية في عهد مولانا المنصور بالله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، خاصة في مجال الرقي بمجال الخدمات الأمنية المقدمة من قبل مختلف المؤسسات العمومية وفي مقدمتها المدير العام للأمن الوطني. وإننا نسعد اليوم باستقبالكم وتشريفكم لنا قصد مشاركتنا هذا الحفل البهيج، راجين من الله العلي القدير دوام الأفراح والمسرات. وما يزيد فرحتنا خلال هذه السنة حضور عدد من أبناء موظفي أسرة الأمن الوطني
بالممارسين والمتقاعدين الذين شقوا طريق النجاح في مجالات عدة، مما جعل أسرهم الصغيرة خصوصا وأسر الأمن الوطني عموما تفخر بهم وتنوه بحسن تربيتهم وتقديرهم حتى خطوا أسماءهم من ذهب في عدة مجالات. أيتها السيدات والسادة، خلال الفترة الممتدة من 16 مايو 2024 إلى 16 أبريل 2025 حرصت المديرية العامة للأمن الوطني حرصت ولاية الدار البيضاء على جعل محاربة الجريمة في مقدمة أولوياتها، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع خلال تحقيق يا الوطن يا الملك يا الوطن. حطني زرعة بوشتف بها بالجون سلام سلام. والآن أيها الحضور الكريم، الوقوف أو نقف الآن لتحية العلم الوطني. يحيى الوطن. إنا حلفنا قسما ألا نخون عالما. إنا حلفنا قسما ألا نخون عالما، وأن نجود بالدماء بالذود عن حمى الوطن، وأن نجود. لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد على موقع أخباري.ma على جريدتنا الوطنية. أخباري موقعكم اليوم الجديد، نحن لا نغطي الخبر بل نكشف عنه.